أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سايب أثر. في وجع محدش بيعرف يشرحه، وجع لما تشوفي الشخص اللي كنتي معاه، اللي كنتي بتستحملي كتير علشانه، اللي غيرتي حاجات من نفسك عشان ترضيه، سابك وفجأة بقى مع شخص تاني، حد تاني، بيضحك، بيحن، بيطبطب، وبقى الشخص اللي كنت بتحلمي يكون معاكي، بس بقى مع حد غيرك. بتبدأي تسألي نفسك: طب ليه؟ ليه اتغير معاها وما كانش كده معايا؟ ليه أنا كنت لازم أتوجع عشان حد تاني ياخد النسخة الجديدة اللي أنا كنت مستنياها؟ تعالوا نشوف حكاية نهى. نهى كانت بتحبه بجد، مش حب مراهقة ولا فراغ. كانت شايفة في أمل، حد ممكن يكون سند وراجل وأمان. لكن من أول العلاقة بدأت تحس إنها مش على راحتها. كان بيتدخل في كل تفصيلة من تفاصيل حياتها: الطرحة دي مش مريحة، شعرك باين، غطيه كويس. العباية دي ضيقة، غيريها. العربية لا، مش حابب انك تسوقي كتير لوحدك. مش لازم اصحابك البنات حتى، خليكي ليا لوحدي. كل شوية يطلب وكل شوية هي تتنازل. كانت فاكرة ان ده حب، وان التفاهم هيجي بالتدريج. كانت دايما بتحاول ترضيه، بتغير من لبسها، من طريقتها، من صحابها، كل ده عشان بس يطمن. لكن الحقيقة إنه عمره ما كان بيطمن، كان دايما عايز أكتر وأكتر منها، لحد ما في الآخر سابها وقال لها الجملة اللي بتتقال عشان تقفل كل حاجة: انتي بنت محترمة قوي، بس أنا مش حاسس إننا لايقين على بعض. وساب العلاقة مكسورة، وكانت هي حاسة إنها مش كفاية، وإنها بتحارب لوحدها. وعدت الشهور، وفي يوم من الأيام صحابها بعتولها فيديو من فرحه. هو بيتجوز، بس اللي كسرها أكتر إنه اتجوز بنت بشعرها، لابسة فستان مفتوح وبتضحك وواقفة جنبه بكل حرية، وهو واقف وسعيد وفخور بيها، من غير ما يطلب منها تلبس أكتر ولا تخبي نفسها. هو نفسه اللي كان بيتخانق علشان الطرحة مالت شوية، واقف وبيضحك مع واحدة لبسها ما كانش عمره هيقبله منها. وفي اللحظة دي بدأت تسأل نفسها: هو ليه كان كل حاجة معايا عيب وغلط وبقت حلال وحلوة معاها؟ ليه أنا كنت لازم أتقفل علشان واحدة تانية تعيش حرة؟ هو ده كان حب، ولا أنا كنت مرحلة إعداد في حياته؟ اللي حصل مع نهى مش غريب. في ناس بيعيشوا نفس المشهد لكن في صمت. في شخصيات متحكمة بتشوف الحب امتلاك، ولما يلاقوا حد تاني يتغيروا فجأة. بس التغيير ده مش معناه انك ما كنتيش كفاية، ولا انك السبب في فشله. ده معناه انه ما اختارش يتغير علشانك، لانه ما كانش عايز يتغير، او يمكن ما كانش بيحب بجد، او كان بيحب السيطرة اكتر من اي حاجة تانية. التغيير اللي جه بعديكي مش شهادة انك اقل، ده ببساطة توقيت وظروف واختيارات هو اللي اتحكم فيها، مش انتي. وفي احتمال كبير انه يكون لسه نفس الشخص، بس بيظهر بشكل تاني، وانك كنت الشجاع اللي كشفتيه، مش السبب اللي بوظه. اللي بيطلب منك تتغيري عشان يرضى مش بيحبك، بيحب الصورة اللي هو رسمها. واللي يقدر يكون متسامح مع حد بس ما كانش متسامح معاكي، فهو اختار يكون صعب عليكي، واختار يسهلها لغيرك. بس انتي لازم تختاري تبطلي تلومي نفسك، وتعرفي انك كنتي كفاية، بس مع الشخص الغلط. نسيانه أكيد مش هيجي مرة واحدة، بس هيرجعلك إحساسك بنفسك لما تبصي للمراية وتقولي: أنا مش ناقصة، أنا كنت كفاية، وهو ما كانش يستاهلني. سؤال حلقتنا النهاردة: هل مريتي بعلاقة حسيتي فيها إنك كنت بتتغيري علشانه، وفي الآخر راح هو لحد تاني وتغير هو علشانه؟ ابعتلنا قصتك
لأن لما بنشارك بنخف، ولما بنفهم اللي وجعنا بنخف أكتر. كنت معاكم أنا بسمة في سايب أثر، البرنامج اللي بنحكي فيه عن كل اللي بيوجعنا بهدوء ومن غير حكم. سايب أثر قريب لقلبك. أشوفكم الحلقة الجاية.